بصوا الشكل الجميل ده، شايفين؟ بصوا، دي طريقة زبادي جديدة وحلوة جدا جدا جدا، هتعجبكم الوصفة لما تعرفوها. وعايزة اقول لكم على حاجة، كل لما بتسيبوا الزبادي يتخمر فترة اطول، كل لما بتكون النتيجة معاكم احلى واحسن. فانا عايزاكم تسيبوه وقت اطول من الوقت اللي انا سبته حوالي 6 ساعات. انتوا سيبوه وقت اطول، هتجيب معاكم نتيجة احلى واجمل. تعالوا بقى نشوف احنا بسم عملنا الله ايه. الرحمن الرحيم. النهارده هعمل لكم زبادي. قبل ما نبتدي الوصفه بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الاخره. اذكروا الله يذكركم ويثبت اقدامكم ان شاء الله بالخير في كل حاجه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بس بكلمكم مستعجله عشان انا غليت اللبن اهو او الحليب اهو، وانا عايزاه سخن اهو. باخده هو سخن كده بمقدار نص كيلو. المقادير اللي عندي دي نص كيلو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بنزل عليه كده هو سخن، عشان انا بعمله لكم بالطريقه المحلات بالظبط. ما بملهاش على الاخر عشان لسه هعمل فيه حاجه كده اهو. اوبس، ده لا مني اهو كده. انا هسيبه بقى يبرد كده، وانا عايزاه يعمل وش. قبل اي حاجه انا هحطها سخنه عشان انا عايزاه يعمل وش، وعايزه الوش ده اهو. هسيبه بقى كده يبرد ويعمل لي الوش بتاعه، بس مش هسيبه يبرد خالص، هسيبه كده لحد ما يبقى زي دمعة العين. وعلى ما الحليب يبرد هاخد نص علبة زبادي وهدوبهم في نص كوباية مية. يعني لو الكوباية كبيرة يبقى نصها، لو كوباية صغيرة زي دي تبقى كلها. وهدلق كده على الزبادي وهقلبه لحد لما يبقى كده، يعني لما يندمج خالص ويسيحوا ببعض كده. لو عندك حاجة ببسبوز بتاعت كاتشب حاجه زي كده تبقى كويسه كده. لو ما عندكيش بكبشه رفيعه خالص، بكبشه بوزها هيكون ليها بوز يعني. هوريكي زي ايه. بكبشه زي دي كده، يعني اي حاجه ليها حاجه زي كده تدلقي منها يعني. انا هجيب بقى طبعا دي، او هستخدم الكبشه. مفيش، لا انا هاخد دي عشان اعرف اتحكم فيها اكتر. هاخد دي طبعا مغسوله ونضيفه، وهحط فيها ده، وهستنى لحد لما الحليب مش يبرد نهائي، لا يبقى دافي. دلوقتي انا خدت نص علبه الزبادي اهو. النص التاني زي ما انا قلت لكم دوبتها في ربع او نص كوبايه ميه صغيره. يعني الميه بتاع الميه ما تكونش الميه كتير يعني. انا وريتكم القوام بيبقى عامل ازاي، ما يبقاش سايب قوي. باجي بالبسبوس ده علشان الوش ده ما يروحش، فباجي من الحرف كده وبدلق كده. عشان كده بقول لكم ما تملهاش للاخر كده. هي عامله وش اهو. الوش ده لازم نحافظ عليه ما نخليهوش. عشان كده بقولك بسبوق فيها حاجه ليها بسبوس. عندك حاجه زي ما انا وريتك كبشه كده او حاجه تقدري ان انت تصب بيها كده، مفيش مشاكل اهو. صبيتهم كلهم واغطيها. المقدار ده نص كوبايه على نص كيلو حليب، واغطيهم واشيلهم في مكان دافي لحد لما يتجمدوا حوالي نص ساعه. 6 ساعات 5 ساعات لحد ما يجمد. بجيب بقى الاسترتش اللي هو ده وبقطعه حتت وبأغلف بيه الزبادي كده. وبعد ما اغلفه بحطه في مكان دافي اهو كده. وكده هكمل بقى كله كده واشيله. وبعد كده لما يجمد كده ويتظبط اوريه. وكده بعد ما عدى حوالي 6 ساعات على الزبادي، انا خدت واحده اهو. بصوا بقى كده، شايفين؟ بصوا طبقه القشطه اللي عليه اهي، شايفين؟ بصوا اهي. مش عارفه اعملها عشان اهو، بصوا اهي، شايفين؟ اهي. غير بقى اما ادوق بقى الطعم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ممتاز ممتاز. من نشهد العروسه، انا بشهد العروسه، رائع حلو جدا جدا. انا عايزاكم بس تجربوا الوصفه وتشوفوها وتقولوا لي ايه رايكم اهو. بصوا بقى بقيه الشكل اهو.
وانا مغطياه اهو، لسه شايفين شكله عامل ازاي. هو بقى طعمه روعة تحفة. يا رب تكون عجبتكم الوصفة وتعملوها بألف هنا وشفا ليكم لما تعملوها. شكرا.